اكتر حاجة فرحتني فعلا في الحلقة دي ان نعومي الحمد لله قدروا يلحقوها. بتبتدي احداث الحلقة بان يونس بيقعد قدامها وهو لسه فاكرها ان هي فاقده الوعي، وبيقعد يتكلم معاها ويقول لها انت ما اديتليش فرصه ان انا اساعدك، ولا سبتي فرصه لاي حد فينا ان هو يقدر اصلا يصدقك او يسمعك. وبنعرف بعد كده ان نعومي الحمد لله فاقت وبقت كويسه، والدكتور بينصح ابوها وامها ان لو في اي مشكله يقدروا يحلوها يا ريت. بعد كده بتبدا امها تقول كلام ملوش اي 30 لازمه، هي خضتني، هي مش عارفه ايه، الله يسامحها على الخضه دي، بنتك كانت هتروح منك، انت دماغك عامله ازاي، انا مش فاهمه، انت مش طبيعيه فعلا، زي ما بالظبط جوزها قال لها. بعد كده بتبدا تتخانق معاه وبتقول له اول مره اشوفك قلقان على حد مننا اصلا، واول مره اشوفك كده بالمنظر ده، وانت السبب في اللي هي فيه دلوقتي. بعد كده بتبقى الشلة كلهم متجمعين، ويونس بيمسك تليفوناتهم كلهم وبيشيل كل حاجة ممكن تكون عاملة لهم الهاك على تليفوناتهم، وبيتأكد ان تليفوناتهم بقت تمام، ما عدا طبعا تيا، لان تيا قالت له انا تليفوني ما فيهوش اي حاجة، وهي واثقة 1000000%. يا خبيثة انتي. المهم بتبدأ كمان تقول لهم احنا لازم نكلم نعومي ونطمن عليها ونروح لها ونشوف بتعمل ايه ونشوف بتفكر ازاي، علشان خاطر لو هي معاها اي حاجة تانية ما تعملش اي حاجة. لدرجة ان ملك بتبدأ تسأل يونس هو الهاك اللي كان موجود ده هاك لدكتور فرويد بس ولا للموبايل كله؟ فبيقول لها كل الداتا متهكرة وكلها اتاخدت. فبتقول ان هي كده الحاجات دي لو ظهرت ممكن ابوها ما يوريهاش الشارع تاني ابدا، ولا هم يشوفوها تاني. ولكن يزن بيرد عليها وبيقول لها احسن، وكأنه زي ما يكون فجأة بقى خلاص بقى شايفها كده اصلا انتي غلط اصلا في حياتك. والله يا يزن الحمد لله ان انت عقلت يا ابني، دي اهم حاجة. عقبال ملك بقى باذن الله لما جدتها تظبط الدنيا معاها والدنيا ترجع تاني تمام. بعد كده بيجي لهم محققة بتروح لنعومي بتسلم عليها وبتبدأ تعرفهم بنفسها ان هي جاية تحقق في اللي حصل وعايزة تتكلم مع نعومي لوحدهم. وفعلا بتقعد وبتبدأ تقول لها احكي لي كل حاجة بالتفصيل وبمنتهى الصراحة عشان اقدر اساعدك. وفعلا نعومي بتبدأ تطلب منها اول حاجة ان هي ما تعرفش حد ان هي فاقت علشان تقدر تثبت براءتها، وبتبدأ تحكي لها بقى اللي حصل. عارفين فيلم فؤاد المهندس لما كان بيقول نعكس كل حاجة، حلم كان العلم ومش عارفة ايه، هو ده بالظبط. اعكسوا بقى كل الاحداث اللي فاتت دي من اول بقى مين راح اتعرف على مين. هي تيا اللي راحت اتعرفت على نعومي، وهي اللي قالت لها يلا نكون بقى الشلة، وهي اللي كانت المخ ونعومي العضلات، تمام، لحد ما وصلوا لنقطة ان مايا ماتت. نعومي قالت ان تيا هي السبب، ومن وقتها وهي خافت وبدأت تتراجع في ان هي تبقى مع اصلا تيا. وتيا قالت لها ان هي اللي مهكرة تليفوناتهم، وجابت لها بورد هدية في اوضتها وقالت لها بصي الحاجات اللي انا ضفتها جديدة للبورد بتاعتنا. فهي نعومي بتستغرب انتي ليه دخلتي اهالينا في الحوار وليه حطيتي صورهم، فبتقول لها علشان هم السبب في اللي احنا فيه. وبتقول لها طيب وغالية وياسين ليه حطاهم في البورد، هم ملهمش دعوة، هم اصلا مش معانا في دكتور فرويد. بعد كده الدكتورة بتسألها بتقول لها طيب جاوبيني بصراحة، انتي تيا ليها علاقة بموضوعك انتي ويونس وعبد الله؟ فهي بتقول لها لا، هي ملهاش دعوة بالنقطة دي، النقطة دي كانت بتاعتي انا، وانا اللي كنت عارفة الاتنين في نفس الوقت، وانا اللي كنت مش عارفة اختار ما بينهم، تمام، انا واخدة النقطة دي من بابا، انا كنت غلط، بس دي النقطة دي انا اللي متحملة نتيجتها، يعني انا اللي عملتها ايوه. ولكن بعد كده بنعرف ان هي اللي كانت بتروح تتعرف على كل واحدة او على كل حد في الشلة بناء على تعليمات من تيا، علشان يظهر المشهد الأخير في البيت عند تيا وهي بتلف كده زي مكتبة، وبيظهر في ظهر المكتبة دي بقى البورد بتاعة تيا وبتغني ظلموا. ولحد هنا خلصت الحلقة. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها يا فاطمة عادل. وما تنسوش تتابعوني لو انتوا عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات أو أي ملخصات تانية. سلام.